مثل ما كان مبرمجا، حل في حدود منتصف نهار الخميس وفد الترجي التونسي بمطار 8 ماي بسطيف الذي ضم 43 عضوا من بينهم 22 لاعبا تحسبا لمباراة إياب دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا المرتقبة سهرة السبت بملعب 8 ماي أمام النسر الصيفي. وفد النادي التونسي حل بعاصمة الهضاب العليا قادما على متن رحلة جوية مباشرة، وغاب عنه اللاعب حسين الراقد الغير معني بمواجهة يوم السبت بداعي العقوبة، في الوقت الذي ضمت السفرية نجم المنتخب التونسي والترجي أسامة الدراجي الذي تحصل على الضوء الأخضر للمشاركة عقب تعافيه التام من الإصابة التي كان يشكو منها. ووجد وفد الترجي التونسي كل التسهيلات في سطيف، أين حظي باستقبال جيد من قبل مسير إدارة الوفاق، ومع ذلك طلب الوفد بتعزيزات أمنية لمرافقته إلى غاية فندق تاج المودة مقر إقامة النادي في سفريته إلى الجزائر. هذا ومن المقرر أن تجري تشكيلة الترجي حصتين تدريبيتين، الأولى سهرة الخميس في حدود الساعة 8 بملعب 8 ماي، والثانية سهرة الجمعة في حدود الساعة 8:30 مساء في نفس توقيت المباراة. وهي الحصة المقرر أن يقوم فيها مدرب الترجي بوضع آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها كتيبة المدرب خير الدين ماضوي. وعرفت مدينة سطيف يوم الخميس حضور العشرات من أنصار الترجي التونسي الذين جاءوا خصيصا لتقديم الدعم لزملاء أسامة الدراجي، علما أن إدارة الوفاق قررت أن يكون دخولهم مجانا بشرط إظهار جواز السفر الخاص بهم من مبدأ المعاملة بالمثل، بما أن نفس الإجراء قامت به إدارة الترجي في لقاء الذهاب مع أنصار الوفاق. ظروف الرحلة كانت طيبة وطيبة جدا، لأنه سطيف مش بعيد على تونس، يعني الرحلة دامت أقل من ساعة في ظروف طيبة. الاستقبال كان حسن في مستوى الرقي نتاع الشعب الجزائري. نعرفوه شعب مضياف، شعب يعني تربطه أخوة كبيرة من الشعب التونسي يعني. واحنا الإخوان في وفاق سطيف عندنا علاقة بهم طيبة وطيبة جدا. يعني هي مباراة كرة قدم، ما هيش أكثر من هذا، ما نعطيوهاش حجم أكثر من هذا. كل فريق طبعا باش يحاول يفوز، وهذا يعني شيء عادي جدا، انما تبقى مباراة كرة قدم بين اشقاء، بين الشعب التونسي والشعب الجزائري، اخوان في كل الميادين. يعني مهمة صعبة تنتظر الترجي، يعني ممكن في 14 مرة لعبتوا دوري المجموعات في رابطة ابطال افريقيا، ما كانش الترجي في الوضعية هذه من قبل. صحيح، هو يعني ونجموا نفهموها الوضعيه، لانه اللاعبين تاع الترجي صار لهم عده سنوات ما خذاوش ولو قسط من راحه يعني. وزيد على ذلك انه المباريات الاولى نتاع دوري المجموعات بدات وفي الوقت اللي كانت فيه البطوله التونسيه ما زالت موجوده، ومباراه الكاس يعني لخبطه كبيره جدا، نظرا لانه كانت سنه تاع كاس عالم. اليوم الترجي في وضعيه لا يحسد عليها، الامل ما زال باقي. نعرف وفاق سطيف، وفاق يعني فريق صعب الميراث في الملعب نتاعو، انما اللاعبين تاع الترجي جايين يعني باش يبذلوا كل ما في وسعهم باش يشرفوا يعني الالوان تاع الترجي ويلعبوا على الفوز، وان شاء الله اللي يكون اجدر هو اللي يفوز. جيتوا من تونس لسطيف، كيف كانت الرحلة تاعكم؟ رحلة طويلة وصعيبة. والله ترجي وفاق سطيف باش نربحوا صعيبة، اما باش نربحوا والله باش نربحوا. كونفيونس في الترجي؟ عندنا كونفيونس كبيرة. لا ديريكسيون تاع الترجي تاع الوفاق سطيف ديسيدو بلي لي سيبورتور تاع الترجي كامل يدخلوا غراتوي بالباسبور. واش رايكم في المبادرة؟ باهية يا ياسر، غراتوي حتى هما كي يجيو بحذنا ندخل مليحة هذه لي سيبورتور، فرحوا بينا هما زاد. والتوانسه والجزائريه اخوات في بعضنا. هذا اول مره تجي لسطيف ولا جيت في المباريات اللي فاتوا؟ لا، ديبلاسمون لسطيف هذا اول مره. اما الاولاد جاوا قبل معاه. عندك كونفيونس في ليكيب تاعك؟ بالطبيعه، احنا حتى اذا كان المكشخه ما يشترب احنا ديما معاه في الربحه ولا في الدفاع ديما معاه. عندنا معناتها 3 بوان، ايكيب اخر ما جا حتى حد معاه. احنا ديبلاسينا ممكن 1000 1500 فهمت، ديما معنا مكشخه احنا. انت تبان لي صغير، اول مره تخرج فيها. انا سيبورتور تاع مولودي، ان شاء الله نهار ان شاء الله نهار السبت ندو سوبر كوب. وراك في سطيف وراكش في تشاكر كيفاه؟ شكون باش يشجع مكشخه ولا سطيف؟ هو سطيف.
قدرة ربي باش نربحوا، لولا عندنا رجال وبقدرة ربي باش نربحوا، كيما انتم ربحتونا غاديك 2 بلاش، نحن ننزل باش نرجعوا هيك، ضيفتونا وانا باش نضيفوك. وتمشي هكاك واحد. كل واحد يضيف الاخر بالربحه. هكاك مريق تمشي هكاك مريقين خير، وقدرة ربي مربوح.